تعطر عطر لدرجه انهم كلهم صار عندهم انفلونزا من كثر ما تكب على نفسها من العطورات، وتسولف واحلى منها ما فيه، وضحكتها يعني لو في طبيب اسنان موجود يصلح لها ضروس العقل بدون بنج. ما يحتاج بنج لان ضروس العقل تنشاف، يصلح في ضرس العقل كذا داخل هناك، وهي تضحك ما تدري على نفسها. وهو كذلك. واذا اجتمعت هي وزوجها قلبت خنفوره، خشمها يصير هذا كبر، وهو كذلك خشمه خشوم كبار كذا ترفخ في بعض. ليش؟ وجلد في بعضها. وحتى الضحكه اذا مزح معها ونكت كذا وضحكت تحسف، يقول هذه الحين بتفشح في ظهري. يا اخي ما ينفعش في ظهرك، ما بتفشح في ظهرك ولا بتسوي لك شيء. عامل معامله زي الاوادم انت وياها. نص الامراض اللي احنا نشوفها الحين من التعامل في البيوت. والله العظيم والله العظيم والله العظيم شوفوها ثلاث. اني اعرف ناس كثير خاصه من العنصر النسائي اقسم بالله انها بخير وصحه وعافيه، وتزوجت ورجعت بيت ابوها بحبوب اكتئاب. رجعت البيت شايله في شنطتها حبوب للاكتئاب. من هو السبب؟ ابو ساقين وطاقيه. طلع لها قرنين في خشمه. كثير والله كثير اللي رجعت عند ابوها في شنطتها حبوب الاكتئاب. ليش؟ قالت والله يفعل ويفعل 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 ويفعل، وهي عنده في بيتها ما قالت لها لا شيء. لكن بعد ما طلقت رجعت قالت والله انا كنت اعاني من كذا كذا كذا. الابو ينصت يقول معقول انت ساكته طوال الفتره الماضيه هذه على هذا الشيء؟ قالت والله ساكته لعل وعسى، ولكن وجدت الحال منتهي، لعل الله يبدلني بخير من هذا الرجل. ما عنده مانع ان تتزوج شخص اخر عنده زوجتين مو بزوجه واحده، بيجي عندها في الشهر 5 أيام. ال5 أيام هذه تسوى عندها عشرات السنين مع ذاك. لان اغلب الناس يقول انت تطلقتي من واحد ورحتي تزوجتي واحد عنده زوجه، تتزوج واحد عنده زوجه، وش المشكله؟ انا بعطيكم السبب لعده اسباب. واحد، هل انت تتمنى انك تعيش في بيت فيه عذاب 30 سنه لحالك، او تتنقل من مكان الى مكان بهناء وسعاده وراحه؟ انا اشوف انه يوم في الجنه خير من 100 سنه في النار. هذه اغلب الناس يقول لا لا اصبر يا بيت، لا 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 لا. في اشخاص وصلوا نسائهم الى الحبوب النفسيه والى الاكتئاب، وبعضهم الى الانتحار حتى. وكذلك العنصر النسائي. ثم يجي واحد ياخذ زوجته ولا يروحون بالولد ولا يروحون كذا يقرون عليه عند راقي قال فيهم سحر وفيهم حسد وفيهم عين وفيهم 6 مارد و2 طباخين. يعني تعرف المارد ملك يعني يعتبرون الكبار، لازم يكون معه 2 صغار طباخين وقهوجيه موجودين في نفس الجسد. هذا الراقي طلع اخس منهم بعد، واختلط الحابل بالنابل، زاد الطين بل. كانت من اول عندها زومبي في البيت اللي هو زوجها، الحين صار عندها زومبي في البيت وزومبي في افكارها. ما عاد تدري تتعالج من الجني ذا اللي داخل في جسمها ولا تعالج من الجني ذا اللي عليه فارق. زهقت من الناس هذولا. انا ما ادري ايش الى متى احنا نتكلم، الى متى؟ لازم نعقل. ويا ليت الموضوع ينتهي على كذا، يا ليت الموضوع ينتهي على كذا. بعضهم الحين اذا طلق مع الاسف الشديد ما في شيء اسمه نهج نبوي ولا في نهج قرآن ولا في سنة ولا في أدب ولا في خلق. أول ما يطلقها يبدأ يعبي رؤوس عيالها أولادها اللي في البيت، إذا كان الحضانة عنده يبدأ يعبي رؤوسهم. أمكم ترى ما راحت إلا سوت كذا، تراها سيئة والله العظيم، أمكم فيها، أمكم. يحط في أمهم لين تصير في عيون عيالها ما تسوى بيزة، ثم عيالها يقطعونها. فصل بين زوجته وبين نفسه وبين عياله وبين الأم الضعيفة ذي اللي راحت لها. يعني طلق ثم أساء لها بعد الطلاق، ويروح عند خواته يقول اخطبوا لي واحدة ثانية لأنه والله زوجتي هذه اللي طلقتها والله العظيم صبرت عليها صبر أيوب عشان عيالها، لكن ترى كانت سيئة. أنا هذا العيب. يا أخي حط خبزة
إذا قطعت علاقتك بشخص فاقطع لسانك عنه. أكرر، إذا قطعتوا علاقتكم بأشخاص اقطعوا ألسنتكم عنهم. لا تقطع علاقتك وتشبك لسانك، اقطع الثنتين، روح في أمان الله، لا بكاء عليك. والعكس صحيح، بعض النساء أول ما تتطلق تروح عند أمها وعند أبوها عند صديقاتها وسحباتها، من مقهى إلى مقهى ومن مكان لمكان ومن جلسة لجلسة ومن مطعم لمطعم، ويوميا تحش فيه، تكذب عليه، تعبيه عيوب إلين يصير ما يسوى قرشين، وهو الطلاق هي العلة فيه. عشان كذا أنا جبت الاثنين، مرات كذا ومرات كذا. ما هم كلهم الرجال اللي عيب فيهم ولا هم كلهم النساء اللي عيب فيهم، حنا نقول الطرفين، الزوجة والزوج إذا تطلقتوا كل واحد يروح في حاله، في أمان الله. خلاص سكر العلاقة تماما. أحد سألك عن زوجتك قل له لو سمحت ولو تكرمت هذا شيء خاص فيني أنا، سؤالك يضايقني، لا تسأل. أنا من الناس اللي لو والله لو يصير بيني وبين زوجتي شيء ويسألني أبى أقول لكم شيء، بس قولوا ما شاء الله، قولوا ما شاء الله، قولوا ما شاء الله. ما بتقولون؟ أوريكم. تزوجت وتوفى أبو زوجتي الله يغفر له ويسكنه فسيح جناته، وتوفت أمها. أقسم بالله ما رفعت السماعة على واحد فيهم، اشتكيت من زوجتي خلال مسيرة الحياة الزوجية. ما أذكر إني يوم من الأيام أدخلت عليهم الهم أو الحزن أو إني خوفتهم أو اتصلت عليهم وقلت لكم بنتكم سوت كذا ولا سوت كذا، ولا ترى إحنا ويا زعلانين، نزعل، نتضارب، نتطاق، نشق هدوم بعض، أشق إذنها تشق إذني، نقفل البيت ونسكت ونحل مشكلتنا. والله إنه ما في يوم من الأيام وصل إلى أم زوجتي أو أبو زوجتي أو أخوانها أو خوالها أو أي أحد من أقاربها كلمة واحدة إن زوجتي سوت الشيء الفلاني، مع العلم إنه يحدث خلافات أحيانا كبيرة جدا. ما في. إذا أنت ما أنت رجال قد المسؤولية وقد المكان اللي أنت فيه، لا تتزوج. خذها مني، لا تتزوج، لا تقلب شكاية بكاية 24 ساعة يا خالي يا عمي يا خالي يا عمي، سوت لي قالت لي، والله لا طلقها، والله لا اشنقها، والله لا ارميها، والله لا اسوي فيها. اشغلت ام الاسره كلها. اسكت، طلق وودها عند ابوها وحط خبزه، ولا تقعد تهددهم كل يوم. رافع السماعه على عمك، ارعبته، صار اذا شاف رقمك، اذا شاف اتصالك يخاف، ما يفرح فيك، لانه يقول اساسا هذا ما اتصل لي بيشتكي. اصبح اتصالك عليهم نقمه وليس نعمه. والله اني اذكر